ناس كتير جدا طلعت قالت ان عقود لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده في اتحاد الكوره اقل من القيم الماليه اللي بيحصلوا عليها. الكلام ده مظبوط؟ الكلام ده مظبوط. تمام. الكلام ده اعتراف رائع. اعتراف رائع. حلو. تمام. وانا بقول على الهوا اهو ان قيم لعيبه النادي الاهلي في اتحاد الكوره اقل من قيم عقودهم المجمله. طب انا ماليش دعوه. اسمع بقى، انا ماليش دعوه. عمرو اكمل فكرتي يا جماعه. لا يعني اكمل المعلومه يا جماعه. طيب. كل لعيب في النادي الاهلي ليه عقدين. ليه عقدين. ليه؟ ايه السبب؟ يا استاذ عمرو ليه عقدين. العقد الاول مع النادي واتحاد الكوره، والعقد الثاني اعلانات مع شركه الكوره. سلام. افهموا بقى الحته دي. زي كل فرق اوروبا وفرق العالم. برافو عليك يا ايهاب والله. الاهلي عامل لكل لاعب، انا مذاكرها لك عشان بنتكلم فيها كتير، كلمت الناس فنفهم. كل لاعب ليه عقدين. ليه عقدين. عقد منوط بيه مع النادي الاهلي ومع اتحاد الكوره، ده بيتسجل في اتحاد الكوره ومعروف. اسمع الكلام يا عم. هذا العقد اللي بيخص اللاعب واتحاد الكوره، ده العقد اللي يخص اتحاد الكوره. اما العقد الاعلاني الثاني هو عقد بيتعمل بين شركه الكوره واللاعب، وليه ضرايبه ثاني منفصله في جهه اخرى. الله ينور عليك. اتحاد برافو الكوره. عليك. القصه دي بقى فانا بقول لك اهو واكمل كلامي ان النادي الاهلي كل لعيب فيه عنده قيمه ماليه في اتحاد الكوره، مش هي دي قيمته الماليه كلها، لان هو عقده على جزئين، جزء كلاعب كوره بيأدي، وجزء ثاني اعلانات. جاهز بقى، جهز العقد الاعلاني لديانج، جهز العقد الاعلاني لامام عاشور. عندهم زودوا بقى. عندهم ايه المشكله؟ لكن هي دي الحدوته يا جماعه. لان الاستاذ عمرو كان يقول لي ايه؟ اديك اعترفت. انا بشكرك على التوضيح. اديك اعترفت بنفسك اهو، هو ينفع كده الاهلي؟ لا بشكرك على التوضيح. وضحت. لو ما قطعناش بعض ممكن اسال سؤال هنعرف نوصلها وضحت ورائع. بس كلام رائع وممتاز وجميل، بس انا عايز اسال سؤال. كنتوا دائما النادي الاهلي او المسؤولين عن النادي الاهلي بيتكلموا ان نادي الزمالك ليه مديونيه ضخمه لدى اتحاد الكوره. مين اللي طلع قال في الاهلي ان الزمالك كتير؟ لا هات لي اسم. تصريحات كتير جدا. تصريحات كتير جدا. ما انا بتكلم يعني مديونيه الزمالك عند اتحاد الكوره 60 و70 و80 مليون، وانت بتتضح انك بتعمل عقودك ب 5 مليون. لا بس هو بص مش عليك مديونيه وبتلوم على الزمالك ان عليه مديونيه. والله اعلم. بتلوم على الزمالك ان عليه مديونيه. والله اعلم ان العقود الثانيه خاضعه لمكان ثاني. طبعا يعني على عهده. يا جماعه انتوا بتتكلموا عن النادي الاهلي مديونيه يا استاذ عمرو. انا بتكلم على بتتكلم عن النادي الاهلي، بتتكلم عن نادي محترف، بتتكلم عن نادي وطني عارف قيمته في دولته وفي بلده. انت بتتكلم على نادي لا يمكن هيطلع حاجه اللعيب مش هيبقى عليه ضرب، مش هيدفعها. الاهلي ده اهلي الوطنيه يا باشا. الوطنيه مش الاهلي بس، الوطنيه كلها. لكن لا احد يجب ان يشكك ان النادي الاهلي بيقدم عقود في اتحاد الكوره عشان القيمه الماليه بتاعتها اقل والضرائب اقل. الكلام ده عالي تمام الصحه واحنا وضحناه. لا ما ينفعش. لا عايزين نتكلم جد شويه. مستحيل النادي الاهلي خلاص واحنا وضحنا اللي فيها بقى، ولا باسمه ولا بتاريخه ولا